يا جماعة الخير، أنا اتشتمت في دولة الإمارات يا شيخ محمد بن زايد. أنا عايزك تجيب لي حقي. في مسؤول عندك في الدولة شتمني بأمي وبهدلني، وكانت في مكالمة جماعية ما بيني وما بينه في العمل والعمال. ورحت اسم الشرطة قالوا لي هات تسجيل المكالمة. اتصلت بالعمل والعمال قالوا لي روح اسم الشرطة بلغ. قلت لهم طب ما أنا لسه جاي من هناك. قالوا لي لا ملناش دعوة، وفي ناس قالت لي اعمل بلاغ في النيابة، وعملت. ردوا عليا بعد شهر وقالوا لي طلبك مرفوض. طب ليه؟ قلت اكلم محامي، قال لي روح هات جواب من الشرطه تطلب بيه تسجيل المكالمه من العمل والعمال. رحت للشرطه قالوا لي لا اعمل لنا اذن من النيابه. رحت عملت طلب للنيابه، وبعد 10 ايام جات لي رساله بالرفض. طب ليه مش قايلين؟ وبقالي اكتر من 3 شهور دايخ. يعني هو عشان راجل مسؤول يعني في الدوله؟ يا شيخ محمد انا عايزك انت اللي تجيب لي حقي. ولو رجالته جم مسكوني وطبخوا العمليه يبقى عليه العوض ومنه العوض، وفوضت امري لله. ويا جماعه الخير لو في حد فيكم قريب من الشيخ وشاف الفيديو دوت يوصله له قبل الناس دي ما تتحرك ويمسكوني ويداروا على الموضوع. وهو اديني مستني لما نشوف الشيخ هيلحقني ولا الناس ديت اللي هيوصلوا لي الاول. سلام.